Hello everyone, this is Nuran Swerki, the English Gamer. والنهارده معانا فيديو جديد وبنتكلم عن الكتاب اللي انا شيرته من يومين اللي هو اسمه Basic IELTS Listening. وزي ما قلت لكم هنعمل سلسلة فيديوهات بهاشتاج اسمه طلباتك أوامر، بناء على طلب صديق البرنامج مستر ياسر حمدي. قال ممكن حضرتك توضحي لينا توضيح بسيط عن كيفية المذاكرة فيه والاستفادة منه، اللي هو طبعا الكلام عن كتاب Basic IELTS Listening. طيب بصوا يا جماعة، أنا شهرت الكتاب ده، الكتاب اسمه Basic IELTS Listening، وقلت الكتاب ده رائع بجد لأي حد عاوز يمتحن امتحان الآيلتس، أو حتى اللي مش هيمتحن امتحان الآيلتس هتلاقي تطور كبير في المستوى أيا كان مستواك. طبعا الكتاب هيكون مفيد جدا للناس اللي لسه مستواها في البداية، أو الناس اللي لسه ما اتدربتش على الآيلتس قبل كده، فلما بيدخلوا على امتحانات الآيلتس على طول بيحسوا إن هم مصدومين ومش فاهمين حاجة، وعاوزين الدنيا تبقى أسهل من كده شوية، عايزين حاجة تاخدهم واحدة واحدة ستيب باي ستيب، نتعلم بالراحة، يعني بدل امتحانات الآيلتس اللي بتبقى الناس فعلا حقيقي بيتصدموا منها في الأول. فعشان كده لقيت ان الكتاب ده بجد تحفة، يعني انا عديت عليه كله، حتى انا حليت فيه شوية في يونت 1 قربت اخلصها. حاولت ان انا اشوف الدنيا ماشية ازاي قبل ما اطلع ان انا اتكلم معاكم في الفيديو، علشان ابقى قايله لكم يعني كلام ثقة وكلام عن تجربة يعني. انا نفسي عجبني الكتاب، انا عايزه فعلا اكمله للاخر. لقيت ان في بعض المعلومات الجديده او مش في بعض معلومات جديده، في حاجات هوريها لكم فعلا ممكن تكون جديده حتى الناس اللي مستواهم ادفانسد هيقابلوها، وفي حاجات لذيذه جدا لقيتها وما شفتهاش قبل كده في كتاب خاص بالايلتس يعني. فخلينا كده نشوف مع بعض الكتاب ده بيتكلم عن ايه. اول حاجه، كتاب Basic IELTS Listening بيتكون من 5 units. عندنا unit 1 الnames والplaces، unit 2 الnumbers، و3 survival English، 4 popular signs، و5 academic English. طب يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه النيمز والبليسز، انا عايزه اقول لك الكتاب ده بادئ من البدايه خالص، لدرجه ان هو بادئ لك من اللترز. طبعا في حد جميل هيقول لي اللترز يعني اكيد احنا عارفين اللترز، بس عايزه اقول لك ان الصدمه ان في ناس لما بيمتحنوا امتحان الايلتس او بيجربوا ان هم يعملوا يحلوا امتحانات الايلتس، احيانا ما بيعرفوش يفرقوا ما بين اللترز اللي بيسمعوها، لان انت في الامتحان بتسمع مثلا حد بيقول بي اي، فتلاقي البي دي في ناس قالت ان هي بي وفي ناس قالت ان هي بي، اللي هي بي فور بن ولا بي فور بوك. تلاقي مثلا الاي فناس تكتبها اي وناس تكتبها اي، وحاجات زي كده، والجي والجي، الحاجات اللي هي بتلخبط وحاجات تبقى شبه بعضها. او ممكن اقول مثلا ام، فحد بيسمع يقول طب انا مش عارف انت قلتي ام ولا ان، وهكذا. فالكتاب بادئ لك من اول اللترز، نوت اللترز بالبريتش طبعا، لان في الايلتس انت بتركز على البريتش اكسنت، تمام؟ فبادئ لك من اول اللترز وطبعا النمبرز وكل حاجه. وكمان بعد كده جايب لك الcommon abbreviations. عجبتني قوي حته الcommon abbreviations والnames of places. الcommon abbreviations دي يعني الاختصارات، زي مثلا اختصار البي بي سي، ففي الاخر الكتاب كده مبين لك ان اختصار البي بي سي ده اصلا اختصار لايه، طب اس دي بي ده اختصار لايه، فعجبتني الحته دي. كمان في names of places دي لطيفه جدا. names of places دي بتجيب لك اسماء المدن والاماكن اللي موجوده في بريتن. طبعا الاسماء دي بتعدي عليك كتير في الامتحان، فانت لما بتكون يعني بتفاميليارايز yourself with these names بيبقى الموضوع سهل ان انت سمعتها قبل كده كذا مره، وكمان شفت السبيلنج بتاعها، زي مثلا شفت جلاسكو وادنبرا وابردين وكل الكلمات دي، فانت لما تسمعها في الليسننج بعد كده مش هيكون صعب، بالعكس انت هتكتب السبيلنج بتاعها حتى من قبل ما تسمعه في الاوديو. لان يعني زي ما بنقول مش عايزين نروح الامتحان او مش عايزين نقعد نحل امتحانات واحنا مصدومين ومش عارفين المعلومات. لا، لما تسمع كتير ولما تشوف معلومات كتير من اللي انت لسه هتشوفها في الليسننج، وكمان ممكن كمان تعدي عليك في الريدنج، هتلاقي الموضوع اسهل وهتحس ان انت واثق في نفسك جدا. طيب ايه بعد كده كمان؟ بعد كده بيبتدي ان هو يجيب لك بقى اسئله زي الاسئله اللي هتقابلك في الامتحان، وانواع الاسئله المختلفه، يعني في سؤال الماب وفي سؤال الكومبليشن بقى كله، النوت كومبليشن والفورم كومبليشن والسمري كومبليشن، كل انواع الكومبليشن، وام سي كيو. يعني بجد الكتاب رائع، عامل يعني هو محاكاه للامتحانات الايلتس والاسئله اللي بتيجي في الايلتس، بس اخدك بطريقه بسيطه واحده واحده، مركز على الحاجات اللي الناس بتتلخبط فيها، ان انت لو حد مش نيتيف سبيكر فانت في حاجات اكيد بتبقى عامله لك مشكله، فهو مركز لك عليها. زي مثلا عندنا في يونت 2 عجبتني جدا، من احلى الحاجات اللي بنصح بيها اي حد ايا كان مستواه يركز لي على يونت 2. ليه يونت 2؟ يونت 2 بنتكلم عن النمبرز، واحنا عندنا مشكله كبيره مع النمبرز. اول حاجه اكلم لك عن الكاردينالز، اللي هي كاردينالز يعني 1 2 3 4.
وفي ناس طبعًا المشكلة مش في 1، 2، 3، 4 طبعًا، لإن في ناس تقول لك طب ما إحنا عارفين الnumbers. لأ، لمّا مثلًا تسمع رقم زي 27 فالناس بقى تقعد تفكّر يا ترى هو قال 27 والّا قال 72 والناس تقعد تفكّر كتير، أو لو مثلًا بيقول 827 800 وكذا، فالناس تقعد تفكّر بقى هو الرقم إيه، أو 1000 وكذا. فكل ما الأرقام بتكبر الناس بيبقى عندها مشكلة إن أنت بتسمع ومحتاج تكتب بسرعة. فطبعًا لمّا أنت تعمل exercises كتير في الكتاب، فبالتالي مش هيكون عندك مشكلة في أي حاجة في الnumbers. بعد كده جايب لك بعد الcardinals جاب لك الordinals زي مثلًا first وsecond وthird. لو أنا مثلًا سمعت first ما ينفعش أكتبها 1 وده اللي بيحصل، إن أنا سمعت كلمة first فالطالب يكتب 1، لأ ما ينفعش نكتب 1 لازم سمعت first أكتب first، وهكذا. جايب لك الordinals لحد ال1000 وبعد ال1000 كمان. بعد كده جايب لك الديسيمال fractions العلامات العشرية، دي من الحاجات اللي بتلخبط الناس، فكرة العلامة العشرية. وكلمة زي كلمة not عملت لها فيديو قبل كده، اللي هي بتبقى موجودة في العلامة العشرية، موجودة ومشروحة في الكتاب يعني مشروحة بالتفصيل وكل حاجة عليها exercises كتيرة، فالكتاب تحفة حقيقي يعني. وبعد كده جاب لك الmoney، لو عايز تقول الحاجة دي سعرها كذا هتقوله إزاي. طيب إيه كمان في الnumbers؟ الtime، لمّا آجي بقى أقول الوقت باقول الوقت إزاي، مثلًا عايزة أقول الساعة 10:30 الساعة 11:15. بعد كده telephone number، هاقول التليفون بنقوله إزاي. الdates التواريخ، كل حاجة ممكن تفكّر فيها ليها علاقة بالnumbers موجودة بexercises عليها. وطبعًا الexercises وكل الأسئلة متعلقة بامتحان الIELTS وبشكل الأسئلة اللي بييجي في امتحان الIELTS. تالت وحدة هي الsurvival English. survival English يعني المواقف الحياتية بقى اللي أنت ممكن تقابلها. وبرضه جايب لك أسئلة من الحاجات اللي ممكن تقابلها في امتحان الIELTS، زي مثلًا في الrestaurant والّا في الChristmas activities أو marriage أو إيه تاني the news، حاجات مختلفة كلّها مواقف حياتية. بعد كده unit 4 بتبتدي تدخل في الpopular science. popular science اللي هي العلوم زي يعني تقدر تقول كده زي معلومات عامة، حاجات يعتبر الناس المفروض يعني الناس تبقى عارفاها، اللي هو مثلًا الحاجات طبعًا دي بتقابلك في الlistening وكمان في الreading ممكن. بنتكلم مثلًا عن الbody system، بنتكلم عن الinventor of a telephone أو airplane أو telegraph وهكذا، كلّها معلومات عامة وجايب لك exercises عليها برضه كلّها متعلقة بالIELTS. وأخيرًا بقى الacademic English، وده برضه من الحاجات المهمة جدًا. الacademic English ده ومهم إن إحنا نقول طبعًا اللي إحنا عارفين إن الlistening في الIELTS بيكون الgeneral training والacademic واحد ما فيش فرق. فلمّا باقول academic English مش معناه إن هو بييجي للacademic امتحان الناس اللي بيمتحنوا academic بس لأ، لإن هو كده الlistening واحد، ولكن أنت عندك في section الامتحان الlistening 4 أقسام. في section 3 وsection 4 بيكون الكلام كلّه والcontext بيكون academic. في الsection 3 بيكون dialogue ما بين 2 أو 3 أو 4 أشخاص عن assignment، بيكونوا بيتكلموا عن assignment في الجامعة مثلًا أو project شغالين عليه. وفي section 4 بيكون عبارة عن speech أو lecture، محاضرة professor بيدّيها وبتتكلم عن أي موضوع يعني موضوعات مختلفة. فبالتالي الacademic English الunit 5 دي بتركز لنا على الacademic English اللي هو section 3 وsection 4 اللي ممكن يكونوا عاملين مشكلة لبعض الناس، لإن هم بنقول عليهم إن هم tricky. الامتحان بيبتدي من الأسهل للأصعب، أنت هتلاقي section 1 أسهل حاجة وبعد كده 2 كويس برضه، وطبعًا حسب يعني 2 حسب الدنيا ماشية إزاي. لكن 3 و4 الدنيا بتبتدي إن هي ما تبقاش أحسن حاجة، وخاصةً في 3 لبعض الناس بيبقى 3 رخم بجد. فلمّا أنت تتدرب كتير وتعمل exercises كتير على الأشكال الأسئلة قبل كمان ما أدخل بقى أحل امتحانات IELTS، هتلاقي الموضوع سهل جدًا، جدًا بالنسبة لك. تمام. وطبعًا الكتاب موجود PDF وموجود معاه 3 الaudios موجودة على 3 CDs. تمام. وفي الآخر عندك الanswer keys وعندك الscript بتاع الaudios اللي أنت سمعتها، وعندك جايب لك كمان في الآخر الكلمات الجديدة اللي عدِّت عليك في كل unit جايبها لك. يعني مثلًا جايب لك الكلمات، عايزة أوريكم برضه هنا، جايب لك الكلمات بيقول لك الكلمات دي اللي عدِّت عليك في unit 1 هتلاقيها طبعًا كلمات تعتبر جديدة، فهو يعني عامل عليها كده زي highlight، يعني إن الكلمات دي هتركّز عليها لإن هي أكيد جديدة عليك. أنا مش عارفة ألاقيها فين بالضبط مش عارفة أوصل لها حقيقي، بس ثواني كده. أهي. هنا مثلًا قال لك إن في exercise 12 جاب لك كلمة كذا وكذا، وفي exercise 15 جاب لك كلمة كذا وكذا وكذا. طبعًا في كلمات بتبقى سهلة وفي كلمات جديدة عليّا، فالكلمات الجديدة أكتبها بقى في الnotebook بتاعتي الخاصة بالIELTS أو الخاصة بالvocabulary. بس كده. فأنا أنا طبعًا أنا فرّيت كده في الكتاب كلّه، يعني عدّيت على كل الصفحات تقريبًا، ما سِبتش أي حاجة وحلّيت فيه شوية في unit 1.
لقيت إن الكتاب مغطي كل أنواع الأسئلة اللي بتيجي في الآيلتس، يمكن ما عدا سؤال الماب ما فيش عليه غير سؤال واحد بس، وطبعًا ده مش كافي إن أنا أتدرب على الماب، هاحتاج إن أنا بقى أتدرب من resources تانية مختلفة، ولكن overall الكتاب بجد تحفة يا جماعة، وأنا بانصح بيه أي حد، يعني أنا نفسي عاجبني وعايزة أقعد أكمله لأن حسيته لذيذ بجد يعني. وكمان بقى المفاجأة إن الكتاب ده أو دي أصلًا سلسلة اسمها basic IELTS، ففي basic IELTS listening وreading وspeaking وwriting، فإن شاء الله برضه لسه هانزّل بقية الكتب وأقرأها الأول وأبُص عليها كده علشان أطلع أقول لكم برضه feedback، أو أدّيكم review عن الكتاب وإزاي نستفيد منه. فدي كانت نصيحتي للناس اللي داخلة امتحان الIELTS. الكتاب ده يا جماعة موجود على قناة التليجرام، نزّلوه ونحلّه، وأنا باعتبره من أحسن المصادر للآيلتس اللي فعلًا بتاخدك واحدة، واحدة، لإن في ناس كتيرة بتقعد تحل امتحانات ويقول لك إحنا مش عارفين نوصل، مثلًا يا مِس أنا باحل كتير ومش عارف أعدّي من 6.5 أو مش عارف أعدّي من 6، واقف مكاني ومش باتحرك. طيب فكرة إن أنت واقف مكانك ومش بتتحرك، في ناس الناس مختلفة، في ناس لمّا بتحل امتحانات أكتر فبيبتدوا إن هم يتعرّفوا على أخطائهم ويبتدوا إن هم يطوّروا مستواهم، بس في ناس تانية مهما حلّوا امتحانات ما بيحصلش تطوّر، فبالتالي بيبقى نصيحتي بقى إن أنت اركن شوية الامتحانات وتعالَ خُد حاجة كده واحدة، واحدة وماشية معاك بالراحة، حاجة زي الكتاب ده وخلّصه، وبعد كده ارجع تاني حِل امتحانات IELTS، هتلاقي نَفْسك كده عندك ثقة بالنفس، عندك confidence وتقدر تشتغل تاني على الIELTS، وأنت حاسس إن أنت في حاجات كتير بقى فهمتها وفي حاجات كتيرة يعني بقت familiar بالنسبة لك. بس كده، ده فيديو النهارده. اتكلمت طبعًا بناءً على اللي قُلته قبل كده، إن إحنا عاملين hashtag اسمه طلباتك أوامر. يا ريت برضه أي حد عنده أي سؤال أو أي حد عايزني أتكلم عن حاجة أو أشرح حاجة معينة، يكتب لنا وهننزل السكرين بتاعته وهنعمل له بوست وهنعمل له فيديو إن شاء الله. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.